من اجمل الوصفات واسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها على الغدا وفي حله واحده. هتعملي الغدا وتخلصي على طول. هنصلي على الرسول ونقول اللهم بارك. وفي حله على النار هتضيفي فيها معلقتين من الزيت، معلقه من السمنه. على ما الزيت والسمنه يسخنوا كويس هتكوني قطعتي بصلتين كبار شرايح بالشكل ده، وتحطيهم على طول في الحله مع رشه ملح بسيطه كده، وتقلبي من وقت للتاني لحد لما البصله تتحمر وتاخد اللون البني الفاتح. هتقرمش معاكي وتكون خطيره جدا. ما تنسيش بقى لو بتشوفينا لأول مرة تعملي متابعة للصفحة، وكمان قولي رأيك في الوصفة بعد ما تشوفيها يعني. هنا بقى البصل اخد اللون البني زي ما اتفقنا. على طول هبدأ ان انا اخرجه من الحلة، وهسيب شوية صغيرين بالشكل ده. انا معايا كيلو من اللحمة، يفضل تكون اللحمة ملبسة شوية. تمام، يعني ما تطبخيش اللحمة اللي هي ما بيكونش فيها نسبة دهون دي. كل ما كانت اللحمة ملبسة كل ما يكون طعمها ألذ كتير. وانا مستخدمة هنا لحمة ماعز، لحمة ضاني يعني. هحط اللحمة على البصل بقى واقلب من وقت للتاني، حابة اللحمة كده تتشوح تشويحة مع البصل. ويا سلام بقى على الروايح، خطيرة يا ولاد خطيرة. بعد كده بقى هتحطي معلقة صغيرة من الثوم ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. لو عندك جنزبيل فريش اطحنيه مع الثوم وحطيهم مع بعض وقلبي بقى. ادي تقليبه. يا سلام يا سلام. عرفتي هنطبخ ايه ولا ايه الدنيا؟ وعايزه اقول لك ان انا مستخدمه هنا الحله الضغط. انت استخدمي اي حله موجوده عندك، بس لو مش هتستخدمي الضغط ابدأي بدري شويه يعني. انا بقى كنت مستعجله فاستخدمت الضغط. اللحمه هنا خلاص اتشوحت مع الثوم والبصل. معايا 5 حبات من الطماطم فرمتهم في الكبه بالشكل ده، وعلى طول هحطهم على المكونات اللي في الحله. سيبي بقى اللحمه تاخد وتدي كده مع صلصه الطماطم دقيقتين بس مش اكتر، وهاخد شويه ميه كده مكان الكبه واحطهم على اللحمه على طول. ادي تقليبه. في الوقت ده شغالين على نار عاليه. تمام. شمي بقى الريحه، يا نهاري على الجمال يا ولاد والحلاوه. بص بقى دلوقتي جاهزين بقى ان احنا نضيف التوابل، وركزي في التوابل اللي انا هضيفها دي. انا معايا ميكس توابل. هضيف معلقه صغيره مليانه هرميه كده من فلفل اسود، على حبهان مطحون، على كيوبه صيني مطحونه، على قرنفل مطحون، على شويه كزبره. بس كده. ميكس توابل كده. معلقه صغيره مليانه من الملح، وهقلب. وهي دي كل التوابل اللي انا هحطها على الوصفه بتاعتنا. ايوه هنعمل برياني. برياني لحمه، حاجه كده من الاكلات السهله الخطيره. بعد كده بقى معايا حزمه من البقدونس الاخضر، هحطها على طول على الوصفه او على المكونات اللي في الحله. ويا ست الكل بقى هاتي كوبايتين من الزبادي. بصوا بيدفعوا فيها مبلغ دي لما بيروحوا ياكلوها في مطعم، والله يا جماعه غاليه جدا. مطعم ليه بقى؟ طب ما نعملها في البيت. وهل ينفع الوصفه دي نعملها بالفراخ؟ ايوه ينفع، وبنفس الطريقه وبنفس المقادير، بس هتستبدلي اللحمه بالفراخ بس كده. حبايتين فلفل حامي بقى اختياري. وعلى طول بقى بعد كده هضيف كوبايه من الزبادي. ودي كل المكونات اللي هنضيفها على بعض دلوقتي بقى. ادي تقليبه وهغطي على المكونات دي يا جماعه واسيبها تستوي. انا ظبطتها بالظبط على ساعه، يعني هحسب الساعه من بعد ما الحله تصفر. بس هاخد عليهم شويه من البصل اللي حمرناه بس كده. غطي بقى. وانت بالنسبه ليكي لو هتستخدمي الحله العاديه هتبصي على اللحمه من وقت للتاني، لقيتها اتشربت الميه ولسه ما استوتش هتضيفي شويه ميه تاني. كل ما تلاقيها اتشربت الميه هتضيفي شويه ميه تاني لحد لما اللحمه تدوب معاكي. انا ظبطت الحله على ساعه، وبعد ساعه يا جماعه بصوا كانت اللحمه دايبه. في الوقت ده بقى خلاص جاهزين ان احنا نسلق شويه رز. حله على النار فيها 3/4 ميه، احط فيها ملح ونفس التوابل اللي حطيتها على اللحمه، اللي هي التوابل المطحونه دي، اللي هي فلفل اسود، كزبره، كيوه صيني، حبهان. ميكس كده توابل. هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، او معلش تحت في الكومنتات. ورقتين لورا بقى، ومعايا كيلو من الرز البسمتي مغسول بس ومتصفي من الميه. هحطه في الحله دي واسيبه بقى يتسلق. هسويه سوا كامل هنا. تمام، يتسلق سلق كامل. تعالى بقى كده بص على اللحمه بعد ما استوت وبقت خطيره. بس نخرج كده يعني نظبط ال الصفاره دي. هنجيبها بقى بدل ما كانت على الحله هنخليها تخرج البخار. ده مهم جدا طبعا، لان طول ما في بخار في حله الضغط الحله عمرها ما هتفتح معاكي. فمهم جدا تخرجي البخار منها وبعد كده تفتحها عادي، ما فيش اي مشكله خالص. يلا بقى تعالي شوفي الجمال. اللحمه عايزه اقول لك ان هي دايبه ذوبان. ومهم جدا ان اللحمه تكون مستويه سوا كامل ودايبه كده. يا نهار على الجمال يا ولاد. حطيت اللايك ولا لسه؟ ولا كتبت كلمه كده في الكومنتات ولا لسه؟ ايه ظروف؟ بص بقى على الجمال، خطيره يا ولاد. هاتي بقى الرز بعد ما استوى. خلاص الرز بقى كده تمام خالص. هتحطيه بقى على المكونات اللي في الحله.
حط بقى كمية الرز بس صفيه من المية كويس، هو مش محتاج اي سوائل خالص، ان هو الرز مستوي سوا كامل، وشوية السوائل اللي مع اللحمة دول هيبخروا كده مع الرز والرز ياخد كده من نكهة اللحمة، ويا سلام بقى. شوية بصل من اللي حمرناه ده بين طبقات الرز. وخلاص بقى، تعالى بقى نحط لون احمر غذائي على الوش، وكمان لون اصفر، علشان الرز بتاعنا يكون ملون كده زي ما بنشوف في المطاعم بالظبط. انا بقى خدتك من مصر على اي دولة تانية، على السعودية بقى، على الهند، على الامارات، على اي دولة من اللي بيقدموا فيها البرياني بطريقة كده ايه محترفة زي ما انا عملتها. اه والله دي طريقة محترفة. غطي بقى على الحله وهدي النار شويه وسيبيه يستوي بقى ايه يعني، سيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده ايه ربع ساعه على الهادي، وتعالي اغرفي يا ست الكل. وانا بغرف عادي بهدلت الدنيا، بس هنظبطها. بص بقى الجمال، حبايه الرز مستويه وخطيره، قطعه اللحمه دايبه، عملنا جنبها شويه دكوس كده، وهنزين الطبق بتاعنا بشويه بقدونس وشويه بصل من اللي متحمر. يا سلام بقى لو علبتين زبادي كده جنب الاكل ما يضرش. وبكده نكون عملنا وصفة البرياني بطريقة سهلة وبسيطة، بألف هنا وشفا ومع السلامة.